بدأ سمعتم عن أويس القرني؟ واحد من اليمن اسمه أويس، كان بارا بأمه، ولما رأى الوفود تسافر إلى المدينة يأخذون العلم ويلتقون بالنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يا أمي أنا أريد أذهب معهم إلى المدينة لأتعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له لا يا أويس، الغنم ليس لها أحد، وأنا أريدك تربي الغنم. هل التقى أويس رسول الله؟ كلا، لم يسبق له أن غادر اليمن أبدا. لماذا؟ ألا يقول إنه مفتون برسول الله؟ فما الذي يمنعه من الذهاب إلى يثرب للقائه؟ لأنه ليس لديه من يستودع عنده أمه العاجزة والضريرة خلال غيابه. ترون هذه الأم، واحد يقول أنا بروح بزور النبي بتعلم عند النبي، وهي تقول لي يسرب بالغنم. فمكث عند أمه يربي الغنم وفي نفسه حسرة، لكنه ما ترك الصلاة ولا ترك العبادة ولا ترك التعلم في بلده، لكن ترك الذهاب الذي كل الناس تتكلم عنه، كلهم يقولوا رحنا شفنا النبي، زرنا النبي، حضرنا عند النبي، وهو مسكين محسور أنه جالس عند الغنم. فماذا كان الأمر من هذا البر؟ انتبهوا. إيه كانت نتيجة البر؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم بخبره، وقال إن هذا الولد إذا كبر سيأتي إلى الحج، وأمر الصحابة إذا لقيوه فليطلبوا منه الدعاء. أصحاب النبي يطلبون الدعاء من هذا الولد البار. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم القيامة عندما تجتمع الأمم عند الله سبحانه وتعالى الحساب، يشفع أويس القرني في مثل ربيعة ومضر. ماذا جرى لأويس؟ يروى عن رسول الله أنه قال أويس رجل من أمتي يموت على الشهادة ويدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. لا شك في أن أويسا يتلهف إلى الشهادة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ عرفتوا معنى يشفع؟ يعني يعطى هذا الولد البار يوم القيامة باب الشفاعة، يدخل الناس الجنة، فيشفع في مثل ربيعة ومضر، أكبر قبائل العرب وأكثر قبائل العرب. هذا الولد يشفع لمثل ربيعة ومضر، كرامة له من عند الله، لأنه كان بار بمن؟ بار بأمه. هل ترغبون في هذا؟ هل تحبوا الثواب في الدنيا والآخرة؟ تعلموا الأدب مع والديكم.